يسعد اوقاتكم جميعا، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بالف خير يا رب. اليوم رح نعمل مع بعض طريقة تزيين كيكة بالكريمة واشكال بعجينة السكر مناسبة لذكرى زواج او عيد زواج. عندي هنا اول اشي قطعة عجينة سكر باللون الاحمر، قطعة عجينة سكر باللون الزهري، والصورة الغذائية او الصورة السكرية على حسب الرغبة. انا طبعت هاي الصورة. طبعا الاحجام على حسب الكيك اللي عندكم. رح اقطع العجينة السكر اللي باللون الاحمر واللي باللون الزهر بالقطاعة القلوب، الحجم الصغير. هذا نوع من عجينة السكر اللي عم بستعمله أنا، أخدته من المترو ماركت. بعد ما قطعنا القلوب راح نقص الصورة السكرية، راح نفرغها من الزيادة منها. هيك بنكون جهزنا الأشكال، وبعدين بنبلش حشو وتغليف الكيكة. طبعا الكيكة مخبوزة ومبردة كتير منيح، والكريمة جاهزة عندي كمان. الكيك هون عندي طري كتير، ما بحاجة لتسقاية أبدا أو تشريب بأي نوع. والكريمة هي كريمة خفق مع كريمة شانتيه. وعندي قطعة من الفريز، وصوص الفريز عملته انا بالبيت، جهزته ورح انزلكم طريقته قريبا. طبعا كل شي مجهزته قبل بوقت مشان يبردوا كتير منيح، صوص الفريز والكريمة والكيك كمان. اول شي هون عندي حطيت كمية بسيطة من الكريمة على قاعدة الكيك لحتى ما يتحرك. بعدين حطيت الكيكة، طبقة من الكريمة، قطعة من الفريز وصوص الفريز. ما تكتروا كتير من صوص الفريز وتقربوه على الاطراف لحتى ما يخرب لنا القوام تبع الكريمة الخارجية اللي رح نغلف فيها الكيك او يطلع لبرا. انا حطيت بس بالوسط لحتى اذا تمدد ما يطلع لبرا. وبنفس الوقت عندي الصوص انا سميك وتقيل يعني ما كتير رح يتمدد معي. ورح تجي الكريمة كمان على الاطراف تسكر لي الاماكن اللي مفرغة. هيك بهاي الطريقة ما بيطلع معنا صوص لبرا ابدا. رح نكرر العملية بكل الطبقات. وطبعا اضافة الحشوات على حسب الرغبة وحسب المتوفر عندكم كمان. فيكن تضيفوا قطع الشوكولا او اي فواكه تانية متوفرة عندكم. راح احط كمية من الكريمة لحتى تسدلي اي فراغات موجودة على الكيكة، ولحتى تلملي كل فتات الكيك، لحتى لما بدنا نضيف الكمية الكريمة التانية او الاساسية ما يبقى عنا اي فتات ويطلع شكل مرتب كتير. وطبعا نحن بعد ما نضيف هي طبقة من الكريمة لازم نبردها بالبراد تقريبا لمدة نص ساعة. بعدين نرجع نحط الطبقة الاساسية ونشتغل فيها. هون انا بعد ما ضفت الكمية المناسبة من الكريمة رح ابلش صقل الكيكة او تمليس الكيكة بهي الاداة لحتى ناخد سطح املس. وطبعا نوع الكريمة كمان بيلعب دور كتير كبير، وطريقة الخفق كتير كتير بتلعب دور بانه الكريمة تطلع معنا ناعمة. طبعا نحنا بنملس الكريمة بنشوف وين في فراغات او في اماكن مثلا سحبت معنا كريمة زيادة، بنضيف كمية من الكريمة بنرجع نسقل من جديد، وبنملسها كتير منيح لحتى ناخد سطح املس وناعم. والكريمة اللي على السطح بنسحبها لجوا، بنرجع ننظف الاسباتيولا، بنرجع نسحبها لجوا لحتى يصير معنا الحواف حادة والسطح املس. عندي هون كمية من الكريمة باللون الأسود لحتى أكتب فيها ولحتى أرسم فيها جذع شجرة. حطيتها بكيس صغير وخليت القوام تبعها يكون شوي سائل لحتى أحسن أكتب فيه. أنا بالأخير رجعت عدلت على الكيكة، إذا بتلاحظوا بالصور بدال الكتابة بالكريمة خليتهم بعجينة السكر. طبعا الكتابة مع التدريب بتطلع معكم حلوة، واحتمال كمان تخرب معكم، رح تضطروا ترجعوا تشيلوا الكريمة اللي فوق على سطح الكيكة وترجعوا تحطوا كريمة جديدة، ترجعوا تكتبوا من جديد. فيكم تتدربوا على ورقة زبدة. تقدروا كمان بدل ما تكتبوا بالكريمة باللون الأسود تذوبوا كمية من الشوكولا وتكتبوا فيها كمان بيصير تاخدوا نفس النتيجة. وقلت لكم فيكم تتدربوا على ورقة زبدة على الكتابة، بعدين تكتبوا على سطح الكيك.
اذا تدربتوا بالشوكولا وعلى ورقة زبدة فيكن الشوكولا نفسها بعد ما تجمدوها مثلا ترجعوا تعيدوا استخدامها من جديد. بعد ما هون كتبت العبارة اللي بدي اياها راح اعمل جذع الشجرة لحتى اضيف عليه القلوب كمان. بكل بساطة لجذع الشجرة بنعمل خطوط، اما من الفوق لتحت او من تحت لفوق ما بتفرق حسب كل شخص، يعني شلون بيستحكم بيشتغل. المهم عنا يطلع الشكل النهائي مثل ما بدنا. طبعا هون انا بضغط على الكيس لحتى تطلع عندي الكريمة بشكل اسهل وما تعذبني وانا بحط الكريمة واشكلها بهذا الشكل. رح نعمل شوية اغصان بشكل عشوائي، هي رح تتغطى بالقلوب بس مشان اذا بين شي من تحت القلوب فبناخد هذا الشكل. راح اعمل كمان بالكريمة نفسها اطار رفيع من تحت على الكيكة، اطار لكيكة من تحت باللون الاسود بالكريمة نفسها. بعدين امسكه بالسباتيولا. الاسباتشولا ما راح اضغط فيها على الكريمة باللون الابيض، لا بس راح اخليها تضغط من تحت يعني شوي شوي، ما راح اضغط كتير كمان لا، بس لحتى تعمل لي الخط اللي عملته باللون الاسود مستوي مع الكريمة اللون الابيض. هلا بتشوفوا الطريقة شلون بالفيديو. شوفوا شلون انا ما عم بضغط لفوق بس من تحت، شايفين شلون في فراغ عند الكريمة اللي لونها ابيض، بس ضغطت شوي من تحت لحتى يصير عندي الخط اللي لونه اسود مستوي مع سطح الكريمة اللي لونها ابيض. وراح انظف حواليها. هون انا راح ابلش اضيف القلوب بشكل عشوائي باللون الزهري واللون الاحمر. فيكم انتوا تظبطوا الاغصان تبعات الشجرة وتقللوا كمية القلوب وتحطوهم على الاغصان، كمان بيطلع شكلهم حلو ومرتب. هون انا عم بضيفهم بشكل عشوائي وكمان بشكل مرتب، ما انه يكونوا كتير كتير لون احمر جنب بعض او اللون الزهري يطلعوا على كل يعني كل طرف مثلا لون، لا بشكل عشوائي عم بدخل اللونين مع بعض. اذا كنتوا حابين فيكن تبدلوا القلوب بالورود كمان او فيكن تدخلوا فيهم الوان تانية، يعني فيكن تختاروا الشي اللي بيناسبكن او الشي اللي شايفينه انتوا الاحلى. الكيكة تقريبا رح تخلص عندي، بقى يعني احط عندي الصورة الغذائية او الصورة السكرية، بس بما انه عنا الكيكة هي كريمة فرح نحط شوكولا خلف الصورة السكرية، لأنه إذا حطينا مباشرة الصورة السكرية على الكريمة ما راح تضاين كتير أبدا أبدا، يعني يا دوب ساعة بتلاقوها إنه دابت، لأنه هي صورة سكرية من سكر فأكيد راح تدوب على السوائل اللي موجودة بالكيكة أو بالكريمة. بنشف تحت الصورة كتير منيح لحتى ما تخرب عندي. بعدين بقلب على الطرف التاني بحط كمية من الشوكولا، اوعكم تكتروا شوكولا، اذا كترتوا وقت اللي انتوا عم بتشيلوها احتمال كتير كبير تخرب معكم وتطلع الشوكولا للطرف التاني او تتقطع معكم اذا شلتوها. حطوا كمية مناسبة من الشوكولا وزعوها مثل ما انا وزعتها. بعدين لازم نشيلها شوي شوي، ما بصير نشدها ابدا لانه فورا بتتقطع. عليها الشوكولا انا مدوبتها بس ما لا ساخنة ابدا، كمان انتبهوا على هاي النقطة، الشوكولا دايبة بس باردة ما لا سخنة ابدا. بنشيلها بهاي الطريقة وبنحاول ما نحركها كتير، بنحطها بالتلاجة لمدة 3 دقايق او 4 دقايق لحتى تجمد عنا الشوكولا كتير منيح. هون انا رح اضيف شوي من اللوليات اللي باللون الابيض واللي باللون الفضي كمان، يعني حسب الرغبة حسب اللون اللي بتحبوه أو حسب المطلوب منكم إذا كنتوا عم تشتغلوا بهذا المجال. ومثل ما خبرتكم هون أنا كمان عملت تعديل على الكيكة، شلت الكتابة العبارة اللي فوق وحطيت كمية من الكريمة باللون الأبيض وعملت العبارة بعجينة السكر ورجعت ضفتها. هون الصورة جمدت عندي أو الشوكولا جمدت عندي، بشيلها بكل سهولة بتطلع ما بتعذبكم أبدا. مباشرة حطوها لحتى ما تذوب الشوكولا بحرارة ايدكم. الكيكة كمان مبردة كتير منيح والصورة كمان مبردة وجاهزة.
هيك بهاي الطريقة نحن حطينا عزل بين الصورة والكريمة لحتى ما تاخد من رطوبة الكريمة ويدوب السكر اللي بالصورة عنا وتخرب. هيك بتضل ساعات كتيرة وما بيصير لها اي شي، يمكن ضلت اكتر من 6 او 7 ساعات ما صابها شي ابدا. هون بالاخير رح اضيف قلب كمان بالنص بين الشب والصبية اللي موجودين بالصورة. بتكون الكيكة صارت عنا جاهزة. ان شاء الله تكون عجبكم الفيديو واستفدتوا منه. لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتحطوا لي لايك للفيديو. سلامات صبايا.